السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام يوسف، وده مطبخي، مطبخ اكلات بسيطة وعلى قد الايد. ان شاء الله وصفة النهاردة تعجبكم. هنعمل وصفة مغذية ولذيذة وكلها من بواقي التلاجة، يعني مش هنشتري حاجة من بره. يعني لو انت اخر الشهر ومصروفك خلص مش عايزاكي تشيلي هم، هنلم كل اللي في التلاجة وهنعمل منه وجبة لذيذة ومفيدة وصحية جدا وطعمها حلو جدا جدا. يلا بينا يا ست الكل، وهقولك هنعمل ايه. انا عندي بطاطس غسلتها وقطعتها مكعبات وسلقتها وهرستها بالشوكة زي ما انت شايفة كده. طريقة سهلة وبسيطة بالشوكة، ولا بهراسة ولا اي حاجة. وعندي كمان حبيتين من الفلفل الالوان قطعتهم صغير بالطريقة دي. ما عندكيش فلفل الوان ولا يهمك يا ست الكل، مش محتاجين فلفل الوان، كفاية فلفل رومي اخضر وتقطعيه برضو بنفس الطريقة. وبصلاية متوسطة تقطعيها برضو صغير، وشوية من البقدونس. في المرحلة دي مش محتاجين اكتر من كده. ويلا بينا بقى يا حبيبتي، دلوقتي هقولك هنعمل ايه بعد كده. حطي طاسة صغيرة على النار وعليها شوية صغيرين من الزيت، وبعد كده هننزل بالبصل بتاعنا. اول حاجة هنشوحه بالشكل اللي انت شايفاه. يا ريت بقى يا حبايبي اللي شافوني لاول مرة يعملوا اشتراك في القناة ويفعلوا الجرس عشان يوصلني كل وصفاتي. تمام كده حبايبي، حطيت البصل بتاعي، هبدأ بقى اقلب كده، ومجرد ما يتشوح معايا البصل هقوم نازله عليه بفصين من الثوم. اهو فصين من الثوم، وهقلب برضو بالطريقه دي. هستنى لما الثوم بتاعي ريحته تطلع، وهقوم نازله بالفلفل الالوان او الفلفل الرومي الاخضر اللي موجود. ولو بتحبي الوجبه تكون حراقه شويه ممكن تحطي يعني نص قرن من الفلفل، بيخلي طعمها يروح في حته تاني، بتبقى سبايسي كده وطعمها خطير. وهنقلب كده بالطريقه دي. اول ما يتشوح معايا هقوم بقى نازله عليه برشه كده من التوابل، رشه بسيطه مش اكتر، رشه كده من الملح، وكمان رشه من الفلفل الاسود، ورشه من البابريكا. وهبدأ بقى اقلب كل ده مع بعض لغاية لما التوابل بتاعتي تتشوح. هشيلها من على النار بالطريقة دي وهركنها بقى تبرد، وهدخل على الخطوة اللي بعديها. عندي هنا البطاطس اهي كده هي جاهزة. هعمل ايه؟ هنزل بقى عليها بالتوابل بتاعتي الحلوة. هرش رشة كده من البقدونس، وهنزل بشوية من كل حاجة حبايبي، نص معلقة صغيرة ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم بودر وبصل بودر وشوية من الكمون وشوية من الكزبرة الناشفة، بس مش اكتر من كده. وبعد ما اقلبهم هروح نازلة بالخلطة بتاعتي الجميلة اللي انا شوحتها على النار، اللي هي ايه؟ الفلفل الالوان والبصل والثوم. عايزة اقول لكم ريحتها في البيت كانت تجنن. ابني الصغير دخل عليا وانا بجهزها كده وقال لي يا ماما سيبيلي شويه كده على جنب عشان طعمها حلو قوي. يعني عجبته قوي. اول لما عجبته قلت بس يبقى ايه، هتعجب ان شاء الله كل الولاد. بعد ما قلبت كده حبايبي قمت نازله ايه؟ بالخلطه اللي عملناها على البوتاجاز، الثوم والبصل والفلفل الالواني الجميل بتاعنا. شايفين شكله حلو ازاي؟ او الفلفل الرومي الاخضر اللي عندك موجود. احنا النهارده مش هنصرف حاجه، احنا مفلسين واخر الشهر ومش معانا فلوس، فهنعمل ايه؟ هنلم كل اللي في التلاجة وان شاء الله يومنا هيعدي وهنبقى زي الفل. تمام يا حبايبي، قلبت بقى كله مع بعضه، قمت نازله عليها بمعلقه من النشا عشان تربط لي كل الكلام ده مع بعضه. وكمان ما تفكش البطاطس مني لان دي بطاطس مهروسه مستويه، فطبيعي ان هي تفك. فانا ايه؟ هحط معلقه النشا عشان تبدا تمسك معايا، عشان لما اجي اكورها واشكلها ملقاهاش فرشت معايا كده وايه وفكت مني. انا مش عايزاها تفك. شايفين معلقه النشا عملت ايه؟ متماسكه ازاي معايا. هعمل ايه بقى بعد كده؟ هجيب طبق احط فيه بيضتين او بيضة واحدة اللي موجود عندك، وهحط على البيض شوية ملح وشوية فلفل اسود. وطبق تاني هحط فيه بقسماط ناعم، بس طبعا
الاتنين دول محتاجين ان انا اتبلهم شويه. هعمل ايه؟ هفك البيض كده، وبعد كده هنزل عليه بشويه ملح وفلفل. برضو يا حبايبي البقسماط نفس الطريقه، بس انا البقسماط مش هحط فيه ملح علشان كل حاجه عندي مملحه، فانا مش عايزاها تطلع حادقه. هعمل ايه؟ هحط بس شويه من البابريكا وشويه من الفلفل الاسود، ده بالنسبه للبقسماط. لكن البيض انا حطيت رشه ملح ورشه فلفل اسود. بس هنا بقى انا لقيت ان ايه، البيض بتاعي يعني محتاج يفك شويه، لقيته تقيل، انا مش عايزاه يبقى تقيل كده، فاحتاج ان هو ايه، يفك شويه. فهحط له شويه من الميه، ده عادي جدا، هفكه بشويه من الميه. انا كده قلبت البقسماط اهو بعد ما حطيت عليه التوابل بتاعتي، وهبدا بقى احط زي ما قلت لكم شويه من الميه على البيض عشان يبدا يفك معايا. وهنزل بقى عليه بالبطاطس. طبعا هعملها كده اقراص مدوره زي الفطاير كده، بس طعمها يا جماعه خطير، صدقوني طعمها خطير، عجبت ولادي قوي. يعني هي كانت وجبه، عايزه اقول لكم ان انا اساسا ما عملتش غيرها. يعني احنا عملت البطاطس دي، وكمان رحت اشتريت كده مخلل. طبعا انا كنت عامله مخلل عندي بس خلص، هعمله ان شاء الله تاني قدامكم. واشتريت مخلل وكلناها هي والمخلل وبس، وكانت وجبه مشبعه جدا، لانها طبعا صحيه، فيها بيض وفيها بطاطس وفي كمان فلفل وفي بصل، يعني هي متكامله، مش محتاجه ان انا اجيب اي حاجه تانية. ان شاء الله تعجبكم وتعجب الولاد. هبدأ بقى كده حبايبي امسك ايه البطاطس واعملها كده كوره، وبصوابعي كده ابدا ايه انزل عليها كده ابططها، يعني اخليها قرص مدور بالطريقه دي. شايفين شكلها وشايفين الخضار فيها والفلفل شكله جميل ازاي. هبدا بقى انزلها في البيض، وما تخافوش بالراحه خالص، حتى لو فكت منكم ارجعوا شكلوها تاني مفيش مشكله. انا هوريكم دلوقتي كل الخطوات. شايفين انا بشيلها ازاي مع انها متماسكه معايا، بس انا حريصه برضو علشان ما تفكش مني. هبدأ بقى كده اغطيها بالبقسماط. هنا كان في حبة من البابريكا، وهبدأ بقى برضو بصوابعي كده وامشي عليها كلها، احتفظ بشكل القرص مدور عشان تبقى عندي عاملة زي الفطاير، فطاير بطاطس بالشكل ده. وهبدأ بقى كده احط طاسة على النار وفيها حبة زيت، وابدأ بقى احمر الاقراص بتاعتي دي. عايزة اقول لكم شكلها في النهاية بيبقى يجنن، والطعم طبعا والريحة مش قادرة اقول لكم. وعملناها يعتبر من مفيش، يعني احنا لمينا كل اللي في التلاجة وعملنا غدوة من مفيش، يعني حاجة كده على قد ايدينا وموفرة وكمان مفيدة، يعني حاجة مش هتضر. هنزل بقى كده يا حبايبي بالطاسة، ملكوش طبعا دعوة بشكل الطاسة بتاعتي، هي على قد الايد. وهبدأ بقى ان انا احمر بقى الاقراص بتاعتي دي. شايفين اللون عامل ازاي؟ اللون ده بسبب البابريكا، خلت لونها يجنن. شايفين ولا فكت مني ولا اي حاجه، قرص قدامكم اهو، يعني انا اللي ما عملتش حاجه كده ولا كده، كله قدام عينيكم بالشكل ده. هطلعهم بقى وهحط غيرهم، انا عملت شويه كبار وشويه صغيرين، هوريكم شكلهم في النهايه. وهبدا بقى احط بقيه الاقراص بتاعتي كده والفطاير بتاعتي دي لحد اما اخلص كل الكميه. انتوا بس خلي بالكم من ايديكم وانتوا بتحطوها كده في الزيت، عشان زي ما انتوا شايفين الزيت بينطر مني بره، فخلي بالكم على ايديكم. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. ماشي يا حبايبي، اللهم صل على محمد. اهي شايفين ده بقى يا حبايبي شكلها في النهايه. طبعا ابني حب ان انا اسيب له شويه كده من غير اي حاجه مهروسه، لانه بيحب اصلا في الطبيعي البطاطس المهروسه، ما بالكم بقى دي طعمها يعني خرافه. قال لي يا ماما سيبي لي شويه. هو طبعا سبت له شويه، وانا طول ما انا واقفه بالشوكه عماله مش قادره استحمل من طعمها الحلو، وعماله باكل فيها وانا واقفه. شايفين؟ ان شاء الله وجبتنا النهارده او وصفتنا النهارده تعجبكم، حاجه كده من بواقي التلاجة من غير اي تكاليف، تعمليها سهله وبسيطه ومفيده وصحيه جدا. اللي بقى يا حبايبي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل وصفاتي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.